ونشوف اختراع النهاردة كمان بأقوى بديل للبيض والحليب وكمان الزبدة. هنعمل منها قرص الأفران المحشية بأسهل طريقة ومن دقيق الحبة الكاملة، ولكن النتيجة كلون وطعم وكمان هشاشة للقرص فوق ما تتخيلي. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. اول حاجة اجهز الدقيق. هحط مكيال من دقيق الحبة الكاملة عليه نص مكيال من الردة، هخلطهم كويس جدا ويلا على البولة بتاعتنا. هنقول بسم الله مرة تانية ونبدأ نحط كوبايتين من المية الدافية. المية هتكون ناقصة عقل صباعك الصغير على الميزان 400 جرام بالظبط. ضفت عليها معلقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية، نص كوباية من السكر، معلقة وربع صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخل. وهنديهم كده تقليبة سريعة وخلاص يا جماعة. في الدقيق الحبة الكاملة أنا عشقت البطاطس المهروسة، فهاخد منها كده كوباية ما يعادل 200 جرام بالظبط على الميزان. هديهم برضو كده تقليبة سريعة، أتوههم كده وسط المية بتاعتي. ممكن بدل السكر تضيفي عسل، ولكن طعمها بالسكر بصراحة هيكون أحلى. بعد كده هناخد من الدقيق اللي احنا جهزناه 8 أكواب ما يعادل كيلو من الدقيق. يعني لو هنستخدم الأكياس الجاهزة فهتجيبي كيلو، اللي هو الكيس المقفول ده، إذا كان سنبلة الفرات أو دوبيلا أو أي نوع انت بتستخدميه. نقول بسم الله ونحط كمان نص معلقة ملح كده صغيرة بركة الخبيز علشان تظهر لي طعمه. وهنبدأ كده ناخد من جوانب البولة ونفعص. في المرحلة دي هيكون الدقيق تقيل تحت ايديكي شوية، ما تتسرعيش وتحطي مية. حاولي على قد ما تقدري تشربيه كويس جدا، والبطاطس يعتبر برضو نوع من السوائل، فهتضطري معاكي العجينة شوية. المهم ان هي بتكون ناشفة بالشكل ده. بنفس الكوباية هتاخدي كل المقادير بنفس الكوباية. كنت عايرت هنا كوباية الا ربع من السمنة، عليهم معلقتين فقط من الزيت. ما كترش زيت في الوصفة دي بالذات، لان دي الحبة الكاملة مليان ردة، فكده كده بينشف لوحده فمش ناقصين. تمام كده زي الفل. هنغطي البولة بتاعتنا ونريحها لمدة 15 دقيقة. نرجع بقى نحط كده جنبنا نص كوباية من المية الدافية وناخدها شوية بشوية لحد العجينة ما تطرى معانا، وهتشوفوا قوامها دلوقتي. أول حاجة هتحس إن العجينة متقطعة وشكلها متبهدل وناشفة ومتبهدلة ولا كأنك شايفاها. هتستمر في التفعيص كده والدعك فيها لحد ما تتحول معاكي لعجينة طرية. ايديكي بتوجعك، كل دقيقتين تلاتة كده غطيها بالكيس، ريحيها دقيقتين تلاتة وارجعي كملي. المهم احنا عايزين عجينة طرية بتلزق بسيط جدا في ايدينا. هوريكم دلوقتي قوامها. تمام، شايفين ملزقة ازاي؟ ورغم العجن ورغم الطراوة اللي وصلت لها ما شاء الله، الا ان العجينة ما فيهاش اي عرق وبتتقطع معانا، وده المطلوب. العجينة بتاعتنا فيها كمية ردة كبيرة جدا، فمستحيل تقوي عرق الجلوتين او ان هي تعمل مطة معانا. تمام، شايفين اهي بتتقطع. طيب بعد ما خلصت خالص دهنت ايدي دهنة زيت بسيطة علشان بس تلم معايا من الرخامة، وهبدأ ان انا ارجعها في البولة مرة تانية واريحها كمان لمدة 15 دقيقة. تعالوا بقى نتكلم عن الحشو. عندي كده كوباية الا ربع من السكر، هضيف عليها 3 معالق كبار من السمسم، 3 معالق او معلقتين ونص كبار من الكاكاو حسب ما انتي بتحبي. حطيت نص معلقة دقيق من حبة الكاملة كده بسيطة علشان تسيح لي كل الحشوة دي جوه القرص بتاعتي، واديتها تقليبة كويسة. بعد كده هجيب نص كوباية مية عليها معلقتين كبار من العسل الاسود او السكر. ما عندكيش عسل دوبي معلقة سكر كبيرة جوه المية، قلبناهم كويس جدا. بعد كده هناخد من البول على طول ونقول بسم الله. بدهن الرخامة بتاعتي دهنة سمنة بسيطة جدا تنعم لي بس وش القرص بتاعتي. بعد كده لما اجي افردها بخلي الجوانب رفيعة وفي القلب بتاعها بيكون تخين. بعد كده بحط معلقة من الحشو واقفلها كويس جدا. بعد كده بحطها في المية بالعسل او المية بالسكر، وبعد كده على السمسم. تمام، اهم حاجة نرفع الجوانب ونبدأ ان احنا نخلي الجزء القلب بتاع القرصة نفسها تخين. ليه؟ علشان احنا كده كده لما بنقفلها بتديني سمك كمان، فعلشان اللي فوق يكون قد اللي تحت، وعشان كمان ما تفتحش معانا في الفرن. تمام زي الفل. ممكن كمان ناخدها كده على ايدينا اهو زي البقجة كده بالظبط. المهم ان احنا نقفل. عايزة اقولك البطاطس مديها طراوة غير عادية وكمان لون حلو جدا، وقسما بالله كأنك حاطة زبدة، كأنك حاطة حليب، كأنك حاطة بيض. العجينة طرية وقطنية بطريقة لا تتخيليها. وعايزاكي بعد ما تخلصي، علشان الناس اللي بتخاف دلوقتي تقلق من اي حاجة، خدي نص واحدة كده دوبيها في المية، هتلاقيها عبارة عن فتافيت، مش هتعرفي تجمعي منها حتة عجينة واحدة.
تمام زي الفل. كده خلاص انا خلصت كل الكميه اهي بتاعتي. السجان بتاعتنا هتكون مدهونه اي ماده دهنيه، بس بلاش الزيت، يعني هندهن سمنه او زبده. كل ده انا مش عايزه حاجه تخليها تنشف. تمام. بعد ما خلصنا السجان بتاعتنا هنريح اول صاج 15 دقيقه بالظبط. بعد ما تعدي ال 15 دقيقه هبدا في المرحله دي اشغل الفرن بتاعتي على اعلى درجه حراره. بعد ما تسخن الفرن بتاعتي كويس جدا هاخد السجان وادخلها كده رف اوسط. اول ما تعدي 10 دقايق بالظبط هتبداي ترفعي بسن السكينه كده القرصه، لقيتيها احمرت على طول هنقفل تحت ونشغل الشوايه. ما لقيتيهاش هتاخد كمان دقيقتين معاكي زياده. الصاج بياخد من 10 دقايق ل 12 دقيقه مش اكتر من كده، وما نقعدهوش كتير علشان ما ينشفش معانا. ما شاء الله تبارك الله. اول ما طلع معايا من الفرن غطيته باكياس مطبخ وفوطه كده وسبته لحد ما بقى دافي مش بارد تماما. بعد كده ببدأ ان انا احطه في اكياس، وشفته طراوته وقلبه حقيقي يفتح النفس. اتمنى حقيقي تجربوه. ما تنسوش ارفعوا الفيديو بلايك ويلا بسرعة نشوف الوصفة التانية. مش معنى ان الزيت غالي ان احنا ما نعملش بطاطس محمره في البيت. ب3 معالق بس من الزيت هتعملي احلى بطاطس مقرمشه وخطيره. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. خليكم معايا. السلام عليكم. ويلا كده سريعا مع بعض. عندي هنا بطاطس تكون مخصصه للتحمير، تمام، مش بطاطس طبخ. هنبدا ان احنا نقشرها، وغسلناها غسله كويسه عشان مش هنغسلها بعد التقطيع يعني. تمام. بنبدا نقطعها بالشكل ده بحيث ان هي اسهل تقطيعه، ويكون الصباع يا بنات محمل شويه علشان ما يتهريش معانا او يلزق في الصاج واحنا بنسوي. بعد ما قطعناها بالشكل ده هنكون غاليين ميه. الميه لازم تكون معانا مغليه وتغطي البطاطس معانا تماما. بعد كده هنغطيها ونسيبها كده جوه الحله او اي علبه انت حطيتيها فيها لحد الميه ما تبرد معانا. ملهاش وقت معين، تبرد الميه او حتى تكون دافيه كده هتبقى خلاص بقت مظبوطه معانا. قبل ما نقفل عليها هنحط كده معلقتين او 3 معالق كبار من الخل، وتاكدي ان انت بتستخدمي الخل الخاص بالخضروات مش الخل الخاص بالتنظيف. تمام. بعد ما عدى عليها تقريبا 20 دقيقه كانت الميه بردت او بقت دافيه معايا. هنبدا بقى نصفيها كويس جدا وننشف كمان البطاطس كويس قوي، بما ان انا مش هحط ورق زبده تحت البطاطس فعلشان برضو ما تلزقش معايا. صفيتها ما شطفتهاش، انا صفيتها فقط ونشفتها كده بفوطه مطبخ. نضيف عليها بقى دلوقتي 3 4 معالق كبار من الزيت ونديها كده تغليفه حلوه. نقلبها كويس قوي علشان البطاطس تيجي معاكي طريه من جوه ومقرمشه من بره وما تكونش معانا معضمه او مجلده. ونديها كمان رشه ملح عشان تتحدق معانا ويكون طعمها حلو. ونديها برضو تقليبه، وعلشان تديني قرمشه اكتر هديها كمان رشه من النشا. وبعد كده برضو هقلبها وخلاص كده بقت جاهزه معانا. احضر بقى الصاج اللي انا هعمل فيه. هكون دهنه بسيطه جدا من الزيت. هفرش فيه البطاطس بحيث تكون كلها جنب بعض مش فوق بعض. دي اهم خطوه علشان تستوي من كل جزء فيها. بعد ما يعدي عليها مثلا 10 دقايق جوه الفرن هبدا ان انا اهز الصاج. هتكون كشت شويه فهتكون مظبوطه معايا. طريقة بقى التسوية: هتسخني الفرن بتاعتك على أعلى درجة حرارة، تسخن كويس جدا جدا. هندخل الصاج في أول رفعة عندي في البوتاجاز لمدة 30 دقيقة، بتاخد من 30 ل 35 تقريبا. المهم في نص الوقت كده حاولي ان انت تهزي الصاج شوية، ولو احتاجت شوية بقفل تحته واشغل الشواية دقيقتين 3 تاخد كمان تحميرة من فوق. لما بتخرج من الفرن بتحس ان هي لازقة شوية في الصاج، بأي سباتيول عندك ابدأي ان انت حركيها هتتحرك معاكي وتطلع وبمنتهى السهولة. ودي بتكون النتيجة كأنك محمراها حرفيا في الزيت بالظبط. اهم حاجة تاخد وقتها في المية المغلية علشان تكون تقريبا دخلت في نص سوا، ومعلقة النشا دي اللي هتديها الكفر الذهبي وكمان القرمشة الخطيرة. جربوها وهستنى رأيكم. الفيديو خلص، مع السلامة.